احنا كلنا كده تجار ما بعتش ربع الجنيه. ماشي يا عباس، ليه بقى الاسباب ما قلناش بقى؟ مفيدة تبقى مفيدتي مفيدة. ماشي. قال الاستاذ شوقي اتفضل يا بيه. قال طلبات محدده، قال انا ناقص عندي قال انا ناقص عندي مش هسمع اللي انا عايز انا اعلق المشكله كلها. طب المشكله كلها ايه؟ انا اللي شفته مع حضرتك هناك جميع الموردين عايزين يوظفوا والبضاعه كلها متوفره، ودي احسن حاجه. وحطيتك الملف الابيض النموذج الملف سلمته سابق. العيب الوحيد حاجه واحده، الشركه العامه لتجاره الجمله المورد اللي يدفع بوانص ويدفع فلوس يجيبوا بضغطه. عشان كده احنا حاسين بالعجز الموجود عندنا. السمنه موجوده. السيد بيقول على سيادتك يا باشا اللي حاضر 5 مؤتمرات وسلمتك الملف النموذج. ثانيه بالنسبه لحضراتكم كمثال، اولا عشان بس ومش عايز حد يتكلم وانا بتكلم، لو ماشي يا ريس اسمعكم لو حد عايز. اولا حضراتكم كلكم صارفين بملايين الجنيهات في ابو حمص هنا سلع مجانيه، يعني حضراتكم وزعتوا على اهل ابو حمص ملايين الجنيهات كل شهر سلع مجانا، حوالي 500 مليون. ده رقم كبير جدا اتوزع على الناس مجانا، فانتوا خدمتوا اهلكم والناس اللي حواليكم. فالكلام اللي احنا بنقوله بيحصل وموجود على الارض، بدليل انكم كلكم واقفين هنا تستلموا ايه؟ تستلموا نقط شغل اضافي لنا اللي هي ما كانتش اصلا موجوده قبل كده، وده شغل جديد وزياده. طيب احنا عايزين نروح فين؟ عايز اقويكوا زياده، عايز اخليك تبيع تموين وتبيع نقط، واخد بالك؟ مش عايز تعليق، تبيع تموين وتبيع نقط وتبيع كمان حر، ماشي، تبقى جامد في الحر. اعمل ده ازاي؟ عايز ان انا اقعد مع الشركات اللي بتورد، اقرص عليهم واتفاوض معاهم واخفض معاهم في الاسعار واكسر في الاسعار عشان اجيب لك السلع اللي بتجيبها بسعر ايه؟ معقول. تقدر انت النهارده في الدكانه بتاعتك الراجل اللي ساكن جنبك يشتري من عندك، ما يضطرش يروح لفتح الله ولا يروح لده عشان يجيب الحاجه رخيصه، هتبقى انت ارخص منه. احنا بادئين استنى ما يخلص كلامه الدكتور، محدش يتكلم. بادئين من الشهر ده حاجه اسمها التعاقد الجماعي مع الشركات. وقعنا عقود مع الشركات، قرصت عليهم وجبنا اسعار هي ارخص، هتشوفوها باذن الله. احنا مع بعض، ماشي يا دكتور. ربنا خلق الدنيا دي ما خلقهاش في يوم. احنا مع بعض، مش مع بعض 10 سنين ولا سنتين، مع بعض ايام باذن الله، ايام باذن الله. انا فاكركم انتوا لما بدانا نطبق التموين كنتوا خايفين برضه، وربنا كرم وانتوا اتبسطتوا وكان كويس، واخد بالك؟ ان شاء الله النظام ده هيكون مريح. انا جاي اعمل ايه دلوقتي؟ انا متاكد ان في سلع ناقصه، متاكد، لان لسه الناس بادئه، انتوا لسه مالين كشوفات والشركه لسه بتورد وده لسه بيورد. كلنا اي حاجه جديده تاخد وقتها على ما الناس تفهمها وتهضمها. عشان كده انا موجود معاك، بسالك ايه اللي ناقص، وبسال زمايلك في كل حته، تقول لي سمنه ناقصه، تقول لي رز ناقص، تقول لي كذا ناقص. الزيت عشان ما نتكلمش فيه مشكله، الزيت ما فيهوش مشكله دلوقتي، المراكب دخلت، حملنا محطه الزيت، اكمل كلامي انا بخلص كلامه. حملنا في محطه الزيت المصانع دلوقتي بكل طاقتها بتعبي، هيبدا الزيت ينزل بغزاره ان شاء الله 3-4 ايام، هتلاقي الدنيا دي انتهت. وبعد كده ان شاء الله مش هيبقى في مشكله اسمها زيت، مش هيبقى انت هتبقى الزيت ده موجود وانت مش عايزه. خلاص انا بقول لك انا عاوزين نرجع ريس. طب يا انا دكتور بقول لك الكلام ده وهاجي لكم تاني يا دكتور خلاص بقى يا جماعه، ما خلاص بقى يا جماعه، ما الرساله وصلت انتوا كلكم بقى. استنى يا عم الحاج انت. هسمعك ثانيه. بالنسبه للاسعار بكرر للمره العاشره، ما في الراجل ده ما عندوش اسعار، الاسعار اللي اداها لكم دي الاسعار القديمه، انت لسه ما تعرفش الاسعار الجديده. هو ادانا باسعار هو مش هيبقى جديد، هو مش هيبقى جديد الرئيس ولا ايه؟ الاسعار هتوصل له النهارده وهيقولها لكم على كل فما تخافش من الاسعار. بالنسبه للماكينات اللي في بعضكم انا عارف اسعار. بالنسبه لسكر التموين يا دكتور حنفي، معلش يا دكتور خالد، انا بقعد ما هيجي له بخير، وهم جابوا قطع الغيار اللي كانت ناقصه وهتبدا تتصلح. وانا هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد نمره تليفون شوقي، ماشي يا بيه، والحاج ولا استاذ سيد، 3-4 نمر تليفونات عشان اطمن عليكم من مكتبي. الله يعزك ان اللي احنا بنقوله ده حصل، الله يعزك. يبقى معاهم تواصل. يا باشا احنا بنقول على حضرتك ما بتردش علينا، احنا بنقول على حضرتك ما حدش يرد علينا، محدش لسه يجيب لنا النهارده. ده وزير التموين يا ابني.
طيب بعد اذنك انا عايز رقم ترن تليفون عليا حضرتك. وانت متصور ان انا حبة ماسك فاضي. التليفون هرد؟ انا بقول لك مكتبي هيكلمك هيسال بتاعك. عليك يقول لك وصلتك السلع ولا لا، ايه اللي سنة والله يا باشا حد بوصل معلومه وخلاص. وبالنسبه لسكر التموين يا دكتور سعره ارتفع عليه يا دكتور. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عندك كام بقى هنا؟ حسين هو عند التلدوار اللي انت واقف عليه وخلاص ولا كده؟ يا دكتور البيت من الظفر دكتور عندنا البيت من الظفر تعالى حاجه بعد ده غلابه هنا الله يرضى عليك. رحنا البلد توصل سلموني وقالت الله يرضى عليك. والزيت مفيش نهائي هنا 4% شهر 12 ومعاليك بتقول 70% اسمع